هيا معنا يا صغار، هيا يا صغار، نقضي هذا النهار في مشوار، في مشوار ترونا فيه شطارتي، مهارتي، براعتي، في جزيرة الشطار يا شطار. ألعبوا، أمرحوا، أفرحوا، أفرحوا في أحلى الحالات، أجني أشهى الأوقات. نمزحوا هي هي هي، نضحكوا ها ها ها، ونغني ترالالا ترالالا ترالالا. هيا معنا امشوا معنا ترالالا لجزيرة الشطار يا شطار. هيا معنا يا صغار، هيا يا صغار، نقضي هذا النهار في مشوار، في مشوار ترونا فيه شطارتي، مهارتي، براعتي، في جزيرة الشطار يا شطار. ألعبوا، أمرحوا، أفرحوا، أفرحوا في أحلى الحالات، أجني أشهى الأوقات. نمزحوا هي هي هي، نضحكوا ها ها ها، ونغني ترالالا ترالالا ترالالا. هيا معنا امشوا معنا ترالالا لجزيرة الشطار يا شطار. جدتي، أين أنت يا جدتي؟ جدتي! هذا غريب. جدتي، اتصال هاتفي لك. جدتي اسمعيني، اسمعيني. جدتي اسمعيني. اهدأ يا بيبي، ما بك؟ لماذا تصرخ خلف أذني تماما؟ هذا ليس من الذوق والأخلاق. أعتقد أن الموسيقى التي تستمعين إليها أسوأ من صوتي بكثير. لا بأس، أحضر لي الهاتف. نعم، اليوم أعرف مباراة البطولة. اليوم كنت مشغولة ببرمجة شريط ألعاب التلفاز لدرجة أنني نسيت الموضوع. حسناً، سأحضر إليك حالاً بيبي. إلى أين تذهبين يا جدتي؟ على كل حال، شكراً جزيلاً لك. برمجة ألعاب الفيديو ولعب كرة المضرب، يا لها من جدة نشيطة. ماذا؟ لقد نسيت أن تخفل جهاز الكمبيوتر. جدتي تنسى أغراضها دائما. للسيطرة على النهاية ثم تضغط زر الطاقة. هذا جيد، لا بأس بذلك. هذا غريب فعلا. ما هذا؟ مرحباً، كيف حال بيبي؟ إنه في المنزل. إنه صوت بيبي. بيبي الآن داخل. أنا هنا. إنه داخل لعبة الفيديو. أنا متأكدة أني سمعت صوته هنا، ولكن ما الذي حدث له؟ على أي حال لنحاول أن ننهي لعبة الفيديو. أين نحن؟ نحن داخل التلفاز. لا، غير معقول، كيف دخلنا إلى هنا؟ هيا بنا نذهب كي نبحث عن بيبي. لا أحد يستطيع أن يخرج بعد الدخول إلى متاهة البحث والاختفاء. هل فهمتم؟ من أنت؟ أنا المشاغب الأول وأدير هذه اللعبة هنا. وأنا المشاغب الثاني. أنا المشاغب الثالث. إذا أردتم التقدم إلى الأمام يجب أن تجيبوا على أسئلتي. ماذا؟ وإن لم تتمكنوا من الإجابة لن يفتح أمامكم هذا الباب. ماذا تقول؟ وإن كانت الإجابة خاطئة سوف ألتهمكم جميعا.
إن بقيتم صامتين دون إجابة سوف أحبسكم خلف هذا الباب ولن تخرجوا. حسنا، ماذا ستفعلون؟ ستتراجعون؟ ماذا سنفعل نامور؟ ما العمل؟ أنا لا أعرف الكثير من المعلومات. نحن ثلاثة هنا نستطيع أن نجيب إذا فكرنا معا. والآن سنبدأ. عندي 3 أسئلة، كل واحد أصعب من الثاني وستفكرون بهم كثيرا. وإن تركتم سؤالا ستحبسون. حسنا هيا. نامور تشجع. السؤال الأول: مدينة خضراء شوارعها حمراء حجارتها سوداء، ما هي؟ البطيخة. ماذا؟ لقد نجح. لا، الأسئلة ليست صعبة. لم يكن هناك داع للخوف. حسنا، السؤال الثاني: له مدخل واحد لكن يوجد 5 مخارج وليس نفقا، فما هو؟ القفاز. مرة ثانية. كيف استطاع أن يجيب على هذا السؤال الصعب؟ نامور، إنها أسئلة سهلة. جدة بيبي برمجت هذه اللعبة، لذا لابد أنها قديمة الطراز. والآن السؤال الأخير، استعدوا. نحن لا نخافك. يكون مرئيا حين تجلس لكن حين تقف يصبح خفيا، فما هو؟ يكون مرئيا حين تجلس ويختفي حين تقف. ما هو؟ هذا سؤال صعب بعكس الأول والثاني. هيا قل جوابا خاطئا. هل تستسلمون؟ حسنا، أمامكم 10 ثوان فقط، أجيبوا. ماذا سنفعل نامور؟ 10 9 8 7 5 4 3. عرفته، أسفل القدم. ماذا؟ حسنا، تفضلوا. هيا. ميمي، تالا، لقد تمكنا من المرور بالمرحلة الأولى، لكن يبدو أننا سنمر بمراحل كثيرة حتى نجد بيبي. بأي بئر؟ سوف أجربها جميعا. انتبه لنفسك. إنه لا يلحق بنا. أجل. سوف نكون بأمان ما لم نسقط في البئر. لابد أن نبيت موجود في أحد هذين البئرين. حبيبي، أنا هنا. هذا ليس صوت بيبي. إنه في البئر الأخرى. لا يوجد أحد هنا. لا أرى شيئا في البحر. لا نعرف أي اتجاه سنسلك. هناك شيء ما. هل هي جزر؟ لا، أسماك قرش. فلنقفز إلى فوق. نجونا. نحن على ظهر الحوت. لو سمحت أيها الحوت. تستطيع أن تأخذنا إلى حيث نجد صديقنا بيبي؟ هيا ننتقل إلى تلك الغيمة. لكن ما هذا هناك؟ أعتقد أن المرحلة الأخيرة موجودة في تلك القلعة. قد يكون بيبي هناك، صح نمر؟ نامور، أصدقائي. بيبي. لقد افتقدتكم. أنا معجب جدا بشجاعتكم وبوصولكم إلى هنا، لكن لن تهربوا مني ومن عالم الألعاب هذا. استسلموا الآن. لا تتعبوا أنفسكم لأنكم لن تخرجوا من هنا. ولن استسلموا حالا. لماذا تقفون في هذا المكان هكذا مشاغبون؟ عندي فكرة. تعالى، أنت ذكية. لكن هل سننجح ميمي؟ سنجرب، لن نخسر شيئا. هاي أيها المشاغب، يجب أن تدعوه المشاغب الأول. إن كنت تدير هذه اللعبة كما تقول أرنا دليلا على أنك تستطيع أن تهزمنا. اسكت، المشاغب الأول لم يهزم في أي لعبة أبدا. إذا هيا نتبارى بلعب الورق. الورق؟ أجل، سوف نرفع ورقة واحدة من أعلى القلعة، وكذلك سترفع أنت ورقة واحدة. بعدها سنعرضها على بعض والرقم الأكبر هو الفائز. يا لها
إنها من لعبة سهلة. ما رأيك الآن؟ هل ستلعب؟ حسنا، هيا نلعب. اخترنا هذه الورقة. نستطيع أن نعرف أوراقهم بينما هم غير قادرين على رؤية أوراقنا من هنا. معهم الرقم 9، لذا يجب أن نجد رقما أكبر. هذا سهل. لا يوجد. هذا أصغر. ها هو أيها المشاغب، وجدت الرقم 10. أحسنت أيها المشاغب الثاني. حسنا، سوف أرفعه الآن. حصلت عليه. ما هذا؟ أحسنت كما توقعنا. لنذهب من هنا. هذه فرصتنا، هيا. إيه؟ لا لا. نمور، أين نحن؟ خارج التلفاز. ربحنا، استطعنا الخروج. ربحنا. لا، هناك مشاكل. الناس. انظروا إليها، إنها لا تتحرك. لقد اختفت. والآن سأتابع البرمجة. الجميع هنا. جدتي، أتيت؟ أخبريني كيف كانت المباراة؟ بالطبع ربحت المباراة حسنا، والآن سأنفذ برنامجا للعبة. الآن أصبحت أفضل. هل هناك ما يزعجك جدتي؟ أجل، كانت توجد جرثومة في الحاسوب، لقد أزعجت برنامجي كثيرا. سوف أنهي برمجة هذه اللعبة الرائعة حتى تتمكنوا من اللعب بها. لا شكرا. لقد تأخرت كثيرا يا نمور. آسف. هذه هدية لكما. كعك من متجر الحلويات. شكرا جزيلا لك نمور، أنا أحب الكعك المحلى كثيرا. كان الطلب كثيرا على ذلك المتجر، لذا يصعب الشراء منه دائما. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. أين تالا؟ لم تأتي أبدا. والدها في إجازة اليوم، لذا ذهبا إلى السينما. إلى السينما؟ أي فيلم سيشاهدان؟ لم تقل لي. ليتها أخبرتك بذلك، لأنني أحب مشاهدة الأفلام وخاصة في السينما. سأشاهد هذا الفيلم أنا وأبي الأسبوع المقبل. أنت أيضا ميمي؟ أما أنا أبي مشغول دائما ولا يأخذني إلى أي مكان هذه الأيام. والدك دائما مشغول بعمله. أعرف ذلك، لكن يجب أن يلعب معي من وقت لآخر. هي اسمع، لن تنال شيئا من الكعك إن تابعت الشكوى والتذمر. لا، هذا ليس لائقا، أنا من أحضر الكعك. احتفظت بحصتك. شكرا ميمي. هذه الكعكة إنها غريبة. إنها تلمع. دعني أراها. غريبة، إنها تشبه السوالة تماما. ما الذي يحدث؟ لقد فاجأتني، أشعر بالخوف منها. ترى ما الذي يحدث برأيك نمور؟ لست أدري. هل رأيتما ما رأيته؟ أجل، رأينا. انتظري. نمور وأصدقائه، لنلحق بهم. هيا. انتظري. لقد توقفت. ترى ماذا يمكن أن تكون؟ لست أدري، ولكنها بالطبع ليست كعكة محلاة. أصبحت كبيرة وأستطيع المرور عبرها. لا، لقد اختفى. بيبي، أين هو؟ هذا غير ممكن، لابد من أنه هنا. بيبي! بيبي! لم أجده أبدا.
لقد اختفى عندما عبر الحلقة هنا. هيا نحاول أن نعبر مثله. الأمر غير سهل. لا تخافي، لن يحدث لنا شيء. هيا ميمي. أرأيت؟ لم يحدث شيء. أين ذهبوا؟ هاي ميمي، نمور. أين كنت بيبي؟ لا تهتم بهذا الآن، لكن انظرا. تلك البركة تسمى البركة الجافة لأنها جافة من الماء، أما الآن المياه غزيرة فيها. فعلا هذا غريب. والمكان المحيط هنا لا يشبه ما نراه يوميا يا نمور، هذا ما أشعر به أيضا. لنذهب لرؤية ذلك المكان. هيا. إنهم يتجهون إلى هناك. إنها لعبة جديدة ومسلية. معنا ما يكفي من المال. ما رأيكما لو نذهب إلى المدينة ونحضر الحلوى؟ هذا جيد. هيا. كركور، فرفور، يوجد ماء في البركة الجافة. ربما هطل المطر وملأها. لكن مياه المطر لا تكفي لملئها. أسرع يا هرهور. أجل. لقد اختفى كوخنا. لماذا الكوخ؟ لماذا؟ لا أعرف. ماذا يحدث؟ أنا جائع جدا فلم أكل حصتي من الكعك المحلى. أجل فهمت. هيا نتناول الغداء. هيا إلى البيت. سنجتمع ونلعب بعد تناول الغداء. نمور، هذا منزلك أليس كذلك؟ أجل، لكنه غريب نوعا ما. أحد ما يخرج. إنه نمور. لا طبعا، نمور هنا يقف معنا، ولكنه يبدو أصغر من نمور سنان. ساعة البريد، ساعة البريد، ساعة البريد. إنه جميل جدا. لنتبعه ونشاهد. هل نحن حقا في المدينة؟ هناك الكثير من المتاجر التي لم أشاهدها من قبل. مدينتنا كبيرة جدا، ولا بد من وجود بعض الأماكن التي لم نقم بزيارتها. ولكن لا يوجد متاجر للألعاب. كان يوجد الكثير منها من قبل، صح؟ ربما هي مقفلة. هذا صحيح، إنها مغلقة اليوم. لكن المتاجر غير موجودة أساسا. انظرا، وجدت دكانا للحلوى هناك. هيا. هيا. لم أشاهد هذه الحلوى من قبل. سوف أشتري هذه. أيتها البائعة، أعطني هذه. أهلا أهلا، أنا قادمة. أي واحدة؟ كعكة الحليب هذه. وأنا واحدة. أنا أيضا. لا تستطيع شراءها. كم تملكون من المال؟ معنا هذه. حقا أنتم أثرياء فعلا. في الواقع إنه مصروفنا اليومي فقط. أول مرة أقابل فيها أحدا يملك نقودا فضية. حقا ما تقولين أيتها البائعة؟ أجل بالفعل. تريدون هذا؟ وهذا؟ تفضلوا. متى أصبحت الحلوى رخيصة بهذا الشكل؟ بالفعل هذا أفضل لنا. ساعي بريد، ساعي بريد. أيها الأصدقاء، اليوم هو العيد المئوي لتأسيس المدينة، وفي هذا اليوم التذكاري أود أن أعرفكم على بعض الأشياء التي سنقوم بها لتطوير المدينة. ميمي، ماذا بك؟ نمور بيبي، لقد فهمت ما يحدث. ماذا فهمت؟ متى تأسست مدينتنا؟ مدينتنا منذ 130 سنة تقريبا يا ميمي. لماذا؟ صحيح، ولكن انظروا هناك. هذا العيد المئوي للمدينة. أرأيت؟ الآن نحن في المدينة منذ 30 سنة. لا، مستحيل. لقد عدت أرى الأحلام ثانية. ماذا نمور؟ الكعكة المحللة التي مررنا بها جعلتنا ننتقل بالأحلام إلى الماضي. فهمت. إذا هذا الصغير هو... أجل، هو والدك رغم أنه ما زال صغيرا. الآن فهمت. كذا هو يشبه نمور كثيرا. ذلك الصغير هو والدي. لا أصدق. أين النار؟ أين النار؟ أنا رجل الإطفاء. البريد، البريد، ساعي البريد. ابتعد عن الطريق. أنت ابتعد. انظرا هناك.
ذلك الأرنب الصغير الذي يتشاجر مع والدي هو والد ميمي. لا أصدق، هو والدي حقا. إنه جميل حقا يشبهك ميمي. فلنحاول أن نصلح بينهما. لا اهدأ، لا تتقاتلا. كونا صديقين دائما. قال إن عمل رجال الإطفاء أهم من عمل الساعة البريد. أنا لا أسمح له. إنه مخطئ. ساعة البريد أهم بكثير من رجل الإطفاء، صح؟ لا، هذا غير صحيح. رجل الإطفاء أهم من ساعي البريد. اسمعا، لا يوجد اختلاف بين الوظائف ولا يوجد عمل أهم من عمل. جميع الأعمال هامة بالنسبة للمجتمع. هيا تصافحا وكونا صديقين دائما. أنا آسف، عندما أكبر سوف أحضر لك كل رسائلك، اتفقنا؟ أنا آسف أيضا، عندما أكبر سوف أطفئ الحرائق دائما وسأكون قربك إذا شب عندك أي حريق. كلامك غريب فعلا. أنا سعيد، لقد جئنا وصالحناهما معا. لو لم نتمكن من العودة لكان الأمر خطيرا بالنسبة لنا. على أي حال، أبي كان يريد أن يصبح ساعي بريد منذ كان بعد صغيرا، واستطاع أن يحقق أمنيته، لذا أراه يعمل بجد واجتهاد. والدي يا نمور كان جميلا جدا حين كان صغيرا. هذا أمر طبيعي. ما هذا؟ فضيل جدا. بدأت تعود لحجمها. لماذا أصبح المكان ضيقا؟ هيا اسحبه يا هارون. أجل. ماذا حدث بالضبط؟ أنتم أيضا كنتم معنا في الحلم منذ 30 سنة؟ ماذا تقول؟ لقد ذهبنا إلى المدينة نشتري هذا كل ما في الأمر. انظروا هنا، لقد اشترينا كمية كبيرة من الحلوى. حقا؟ في الماضي كانت الأسعار أقل بكثير من يومنا هذا. لن نعطيكم شيئا منها، سنأكل منها. إنها قافة. هذا وجافة. هذا منطقي. ذلك لأنه صنع منذ 30 سنة. هيا معنا يا صغار، هيا يا صغار، نقضي هذا النهار في مشوار، ترونا فيه شطارتي، مهارتي، براعتي، في جزيرة الشطار يا شطار. ألعبوا، أمرحوا، أفرحوا في أحلى الحالات، أجني أشهى الأوقات. نمزحوا، هي هي هي، نضحكوا، ها ها ها، ونغني، ترالالا ترالالا ترالالا. هيا معنا، امشوا معنا، ترالالا، لجزيرة الشطار يا شطار. هيا معنا يا صغار، هيا يا صغار، نقضي هذا النهار في مشوار، ترونا فيه شطارتي، مهارتي، براعتي، في جزيرة الشطار يا شطار. ألعبوا، أمرحوا، أفرحوا في أحلى الحالات، أجني أشهى الأوقات.